الناحيه الشمال هي الزراير المالتي العاديه. حودة مش عايز تطلع في اللايف. بيقول لي هتزود الناس. ايوه كده بيقول لي روتيت يور ديفايس. السلام عليكم. بس مفيش حد دخل عادي، اللي يشوف الفيديو بعد كده. لابس نضاره الناس قوي. انت نسيت النضاره بتاعتك ليه؟ حد يخش يا جدعان، ما تسيبوش الراجل كده. يا سيدي كمان 5 شنطه. تعالوا على بال ما تدخلوا تعالوا نبص على هاني وهو بيصور اللايف بتاعه على شكل العربيه 6 شكل العربيه من قدام ومن الخلف بقت مهجنه، ما بقاش فيها تيب تويوتا. طول عمر التويوتا ليها تيب معين. فالشكل الجديد ده شكل هجين، فعشان كده الاسباب دي. قول يا برنس. اخر حاجه طبعا التسعير بتاعها. احنا يا جماعه في ايفنت جروب نيسان سنترا تيم، و بنركب النهارده مثبت سرعه نيسان سنترا. دكتور احمد شغال في المثبت. نوريكم اللايف الفئات الاقتصاديه عشان انتوا احمد انت على الهوا وانا خايف لا تاخد برد. مثبت السرعه يا جماعه عشان اللي عايز يشوف التركيب بتاعه. النهارده احنا في الايفنت بنركب مثبت سرعه وبنركب انذار واوتو لوك، كله فيشه. بيع ورا الاقدام. ايوه ايوه ورا الاقدام. وانا اعلنت عن الايفنت دوت من فتره، من 3 ايام، عشان ما فاجئش حد. استاذ محمد الفيومي، اهلا وسهلا يا باشا. محمود. وهاني هو، بس هاني مشغول في اللايف بتاع اليوتيوب بتاعه كالعاده، حتى وهو معانا يعني. ايه الاخبار؟ قربنا نخلص ولا لسه؟ طبعا باشا كان عامل معانا حاجات كتير، منها حاجات زي روك الجنوط. ركب روك الجنوط اهو، بس والله روك الجنوط ده قرب يخلص للاسف اهو. بصراحه بسم الله ما شاء الله يعني. انتوا لسه نايمين يا جماعه؟ خلصتوا الصلاه وروحتوا تناموا تاني؟ في حاجه بقى على بال ما مثبت السرعه يركب عايز اوريها لكم، عشان من ضمن الناس اللي بتشتكي من موضوع ان العربيه ساعات بتقطع معاها وبتكون عامله كيلومتر عالي. ففي حاجه حلوه قوي كنت لقيتها انا في بنزينه امارات مصر. تمام. ايه يا باشا؟ لا في فرق طبعا، ده اعرض 2 سم. فايه بقى الحاجات اللي انا، من ضمن الحاجات اللي انا لقيتها في بنزينه امارات مصر يا جماعه، عايزين نتفرج عليها وانتوا معانا كده.
حاضر عينيا. اللي هو تعالوا كده، المنتج ده انا ده ايزي. انا متعود ان انا كل 30 40 الف كده بحط حاجه تنظف الرشاشات عشان ما بستناش لما تتسد يعني. ده اسمه بترول تريتمنت، منظف نظام البنزين. ده لسه انا ما جربتوش يعني. انا الاول كنت بحط الحاجات اللي بتبقى موجوده في البنزين، وكانت بتبقى منتجات امريكانيه يعني. ده هنشوف المواصفات اللي موجوده عليه برضو، واما اجربه هقول لكم الدنيا ماشيه ازاي. آه، نبص كده. بيقول لك ده بيزيل الاتساخات وتصمغات من التانك الى نظام الحقن الكربيراتير بطريقة آمنة، يقلل من تأكسد خط الوقود، يقلل من انبعاثات العادم، يطيل عمر مضخة الوقود، يزيد الأداء المفقود، يساعد على الاستهلاك الوقود بشكل اقتصادي. طريقة الاستخدام بيقول لك لما بيكون طريقة الاستخدام العادية بيضاف على 50 لتر، وطريقة الاستخدام في حالة الاتساخ الشديد بيضاف على 20 لتر. فده لسه هجربه وهقول لكم. طبعا انا منتج ايزي انا بستخدمه في العربية في الزيت، اللي هو العبوة اللون الأحمر اللي هي بتاعت قبل 100,000. فده هستخدمه وأقول لكم الدنيا ماشية إزاي يعني. أنا استخدمت منتجات تانية قبل كده برضو، فأنا يعني هو دي في ناس تعتبرها دلع، بس برضو الواحد ما بيستناش لغاية لما ماشي يا باشا، ما بيستناش لغاية لما الحاجات دي بتحصل يعني. بيحب بنحب ندلع العربية. أقول لكم العبوة دي كانت بكام في بنزينة أمارات مصر. كلفت بصوا على الفاتورة اهي، كلفت 95 جنيه. من وقت للتاني ممكن تضيفها في في التانك علشان طيب حاضر. عشان انا لايف فهيطلع كله على اللايف دلوقتي. طيب هرجع لكم تاني يا جماعه. طيب وهنشوف مسابقه السرعه بعد ما يركب وطريقه التجربه بتاعته، هنطلع بيها لايف برضو ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. تمام.